السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في اسعد حال. النهارده بقى رحت قطعت كيلو ونص لحمة كده من الجزار، بس بصراحة قطعها لي تحفة تحفة تحفة، وطعمها جميل، وكمان ما خدتش سوا خالص. وقعد يشكل لي بقى حتة من العكاوي، حتة من كوز القلب. بصوا، مش عايزة اقول لكم الجزار بتاعنا بقى من احنا زباينه بناخد منه، يعني ما بناخدش الا منه. بصراحة مقطع لي اللحمة النهارده، قطع لي حته كده طريه كده تتاكل نيه، واللحمه بقى كده لسه بصوا بتصر كده، يعني لسه مدبوحه بقى ودمها فيها كده وزي الفل. غسلتها طبعا غسله حلوه، وفي ناس ما بتغسلش اللحمه يا جماعه، لكن انا بحب اديها شطفه، اديها شطفه كده تحت الحنفيه من ايد الجزار، من برضو من الهوا كده، يعني بحب اديها كده شطفه كده حلو. حطيت بقى حته من الدهنه كده عشان تبقى الشوربه بتاعتنا سمينه وحلوه كده. ونزلت بقى باللحمة كده زي ما انتوا شايفين. انا طبعا هعمل كبسة النهاردة، بس هعملها مش هعملها صفرة، انا هعمل الرز ابيض. وهنا بقى مقطعه لي حتة ماسورة، بس انما ايه، خلت الشوربة جميلة جدا. ماشي يا حبايب قلبي، كل سنة وانتوا طيبين، بالله عليكم تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. كده نزلت بقى باللحمة كلها زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، وقطعت بصلاية وطماطماية، ونزلت برضو على اللحمة كده بيهم عشان اعمل شوية شوربة حلوين بقى يرموا العظم. ونزلت بقى تاني ايه، جبت بقى ورق لوري زي ما انتوا شايفين كده، حبة ورق لوري حلوين اهو. ونزلت بقى بعودين قرفة خشب، بس ايه يعني حتتين كده بيخلوا الشوربة في حتة تانية خالص. وحطيت بقى فص مستكة يا جماعة، المستكة في الشوربة بقى مخليه الشوربة طعمها لذيذ جدا. ونزلت بقى بحبة كده من الفلفل الاسود كده علشان ايه، نفلفل اللي عايز يتفلفل بقى. واخدين بالكم؟ يلا حطوا اللايك بقى، ومفيش كومنت حلو، مفيش عندكم كومنت حلو كده يستاهل بقكم؟ يلا حبايبي كومنت حلو كده، ربنا يكرمكم يا رب ويكرمنا جميعا. وهنا قعدت اشوح بقى في اللحمه بتاعتي كده، بس اهم حاجه بعد ما اشوح اللحمه كده انزل عليها بميه مغليه، محطش ميه بارده خالص، لان انا مضمنش ان اللحمه بتاعتي عجوزه او صغيره. فاللحمه لما تحط عليها ميه بارده بتغيب معاكي في السوا، لكن لما تحط الميه مغليه تبص تلاقيها استوت معاكي على طول وراحت زي الزبده كده. ماشي حبايب قلبي، هديها تقليبه كده، ومش هحط الملح دلوقتي خالص، لما اللحمه بتاعتنا تستوي وتبقى عايزه غلوه واحده اقوم نازله بالملح. معايا، خليكم معايا. هنا بقى جبت الرز البسمتي، جبت كيلو من الرز البسمتي كده زي ما انتوا شايفين، على طلب بقى الجماهير، طلب الجماهير. طلب بقى مالك وسام عايزين ياكلوا كبسه، فقلنا ايه، عمهم قال ايه، هاتلهم اللي هم عايزين، اعملي لهم اللي هم عايزين. قلت لهم خلاص توكلنا على الله. رحت جبت بقى كيلو ايه، رز بسمتي زي ما انتوا شايفين كده. الرز يا حبايبي اللي هو بيبقى رفيع جامد ده ما تجيبهوش، ده رز هندي. اللي انا جايباه ده رز هندي، بتبقى حبيته لا رفيعه جامد ولا تخينه جامد، يعني بصوا وسط كده، بتنفش معاكي بقى في الاكل كده، وتبقى طعمها كمان جميل. انا هروح بقى اغسل الرز كده وانقعه في الميه زي ما انتوا شايفين كده، نقعته بقى غسلته غسله حلوه. لما الميه بتاعته راقت كده هركنه على جنب واسيبه دلوقتي. هنا بقى رحت شلت الريم بتاع الشوربه كده زي ما انتوا شايفين. ما انا بقى مش كل شويه هنقل التليفون من شمال ليمين، قلت بقى يلا مش مشكله، ايه انقلي ايه، شيل الريم كده مش مهم توري حبايبي يعني. فانا قلته لكم برضو في طبق تاني، وقلت لكم ان انا شلت الريم عشان طبعا تبقى الشوربه معانا رايقه وحلوه كده. هنا بقى جبت مادة دهنية بقى، عايزة تعمليه بزيت ذرة، عايزة تعمليه بزيت عادي، عايزة تعمليه بسمنة، اللي انت عايزاه. بس هنا بقى انا غلطت غلطة عايزة اقول لكم عليها. قبل بقى ما انزل بالبصلة لازم احمر اللحمة الاول ان انا احطها في الرز. انا هنا بقى نسيت، يعني مش نسيت بقى، ما مش مركزة زي ما قلت لكم، يعني في حاجة مضايقاني كده في حياتي، او في حاجه مضايقاني اليومين دول، فتلاقيني مش مركزه. انا المفروض ان انا كنت حمرت اللحمه الاول وبعدين نزلت بالبصله، علشان طبعا البصله انا مش هحمرها، عشان هعمل رز ابيض مش هحمرها البصله، بس بنشوح فيها اللحمه كده ايه، وننزل بقى بالرز عليها. هنا بقى كده نزلت باللحمه، وبعد ما نزلت باللحمه كده قلت هو في ايه، انا لازم كنت احمر اللحمه الاول في السمنه، وبعد كده انزل بالبصله اشوحهم مع بعض. نقلتها بقى تاني وعملتها ايه، حمرتها في الطاسه
لوحدها. بعد ما حطيتها في البصل كده وقلبتها، طلعتها كده وايه، ورحت حطها في الطاسه تاني وايه، وقمت محمراها يعني نص تحميره كده يا حبايب قلبي. هتجيلكوا برضو اللقطه بتاعت تحميره شفتم، نقلت اللحمه من هنا حطيتها هنا علشان اديها تحمير. ما انا لازم اخليها يعني ايه تحمر شويه، لانها عمرها ما محمره في البصل الا كنت تحمري البصله. ماشي يا حبايب قلبي. الرز بقى، الكيلو الرز يعني لو انت عايزه تعملي المعيار بتاعه، هتعملي 4 كوبايات اللهم صل على سيدنا محمد رز، هتحط لهم 6 كوبايات ميه. هتعملي 2 كوباية رز، هتحط لهم 3 كوبايات ميه. بس انا بحط بالبركه كده، وبعرف مقدار الحاجه اللي قدامي. شوفوا بقى اللحمه اتحمرت وشوحتها كده في البصليه تاني شويه، وبعدين نزلت بقى بالميه المغليه زي ما انتم شايفين كده برضو على اللحمه، وسبتها بقى لما تستوي علشان احط الرز فيها. هنا بقى كانت استوت اللحمه معايا، ونزلت بقى بالرز زي ما انتم شايفين كده، وقلبت تقليبه كده، وحطيت له معلقه كده من الملح. لازم تزودي الميه الشوربه للرز شويه، علشان الرز البسمتي بيقبل ميه وبيشرب ميه، مش زي الرز العادي. هنا بقى انا حطيت حبة شوربة كده من الشوربة التانية زي ما انتوا شايفين كده. هنا تمام التمام، ما عادش ولا مية ولا شوربة ولا اي حاجة، بس كده. هنا بقى يا حبايب قلبي هنزل بقى بمعلقة كده من الملح بس، وخلاص اغطي على الرز بتاعنا بقى، ولما يستوي هنرجع لكم تاني. هنا بقى كان الرز استوى زي ما انتوا شايفين كده، وكان اذان المغرب بيأذن. كان المغرب كده بيأذن، وانا بحب اغرف الاكل سخن، بحب كل حاجة سخنة كده على الطبلية، لان الدنيا ساقعة والاكل بيبرد على طول. هنا بقى هعمل الطبق ده بالمكسرات، وهعمل الطبق التاني ده سادة، لان عندي العيال ديت، عيال ابني ما بيحبوش المكسرات. الطبق ده انا هعمله كده كده. بصوا بقى، انا هحط المكسرات على الطبق ده، وهيروح على الطبلية على طول. ماشي يا حبايبي، خليكم معايا، خليكم معايا دايما وادعموا. بصوا، كان عندنا بقى باميه بايته، مش هقول لكم ان انا طبخت باميه، كان عندنا باميه بايته، وكان عندنا كوسه بايته. سخناهم وحطيناهم برضو على الطبليه كده. هنا حطيت بقى المكسرات كده زي ما انتم شايفين، وقلت للعيال بقى شيلوا الاكل حطوه على الطبليه. وده بقى حطيته كده، قلت لهم يلا شيلوا الطبق بقى والشوربه والحاجات ديت، وودوا طبعا السلطه، وودوا الخضار، وودوا كل حاجه. بس طبعا معلش مش هقدر اصور لكم الطبليه النهارده. هنا بقى هحط اللحمه على الطبليه دي، على الرز ده. بعد ما البت خدت الطبق قلت لها استني استني، انا هحط الرز اللحمه المتحمره دي هحطها على وشه. بس كده. ايه رايكم في الاكل بتاعنا النهارده؟ الكبسه بتاعتنا حلوه قوي، وطعمها كمان جميل ومفلفله. صحيح انا مش ظابطه التصوير قوي علشان انا مش مركزه، بس والله الاكل كان جميل النهارده. كمان بقى غرفنا كده شويه من الشوربه حلوين زي ما انتوا شايفين كده. ولو عجبكم بقى الفيديو بتاعنا النهارده، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.